يا صباح الفل. مش لاقي حاجة أقولها على مجلس المليونيرات بتاعنا. آه، واضح للقاصي والداني إن كابتن أحمد عبد الرؤوف مش القماشة التدريبية لنادي الزمالك. لعب ماتش الجيش وكان عنده مشاكل كتير جدا في الخروج بالكورة ده قدام الجيش. تمام. لعب ماتش بيراميدز ما وصلناش غير بكرة واحدة لسيف الجزيري. تمام. هو راح ماتش الأهلي أو ما راحش، مش متأكد، يعني أعتقد إن أحمد عبد الرؤوف ما راحش ماتش الأهلي. فيا جماعة لازم، انتوا بتشتغلوا في الكورة، في ملايين جوه مصر وملايين بره مصر بتتابع نادي الزمالك وبتحب نادي الزمالك. شايفين إن الراجل على راسنا من فوق، يعني كابتن أحمد عبد الرؤوف على راسنا. جه في وقت صعب وبيشتغل في ظروف صعبة وكل الكلام ده والله العظيم احنا عارفين، لكن أنا بتكلم على الرؤية الفنية. الرؤية الفنية، هل نادي الزمالك حتى بالشلة اللي لازم تمشي كلها دي، هل نادي الزمالك ما عندوش 11 لاعب يقدروا يعملوا أداء قوي وبعد كده أكمل عليهم في الفترة اللي جاية، في الانتقالات اللي جاية؟ الإجابة لا، إحنا عندنا. تقول لي ما عندكش وينجات؟ ممكن أوظف ناس في مراكز الوينجات دي زي ما حصل مع بنتايك مثلا، يلعب وينج ليفت لغاية لما ربنا يكرمنا وشيكوبانزا يمشي ونجيب اتنين مكانه. آه لكن المحصلة ان كابتن احمد عبد الرؤوف زي ما بنقول بالبلدي كده لسه ما استواش، ما عندوش الامكانية انه يمسك تيم بقيمة ويعني اللي هي ايه ومطالب جماهير نادي الزمالك. نادي الزمالك عايزة تكسب دوري، هل كابتن احمد عبد الرؤوف عنده الامكانيات والقدرات اللي يكسب بيها نادي الزمالك الدوري؟ لا. عايز تكسب كونفدراليه، كابتن احمد عبد الرؤوف عنده الامكانيات اللي يكسب بيها الكونفدراليه؟ لا. كاس مصر، اي حد ممكن يكسب كاس مصر. المقاولين طلع من دوري الدرجه الثانيه كسب كاس مصر، ده مقصدي يعني. فاذا كابتن احمد عبد الرؤوف مع احترامي الشديد ليه مش على قدر مطالب نادي الزمالك. فيطلع المجلس الموقر احمد عبد الرؤوف مكمل لحد ما نخلص الثلاث ماتشات الجايين، ماتش زيسكو وماتش سموحة وبعد كده نطلع نلعب كايزر تشيفز بره. يعني أول ماتشين في الكونفدرالية مع فرق تقيلة وصعبة انت مديها لكابتن أحمد عبد الرؤوف. ما أنا مش هلحق أجيب مدرب يعني يمشي مع متطلبات جماهير نادي الزمالك في الوقت القصير ده. ماشي، بس ما تطلعش تقول لي بناء على النتائج هو هيكمل ولا ما يكملش. لا، قولا واحدا ما يكملش، قولا واحدا. ما تقنعنيش ان هو الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني احنا كفاية مستحملين كابتن حلواني بالصفقات اللي بيجيبها واللي لازم 80% منهم يمشوا، لكن انت كمان ما تكملهاش وتجيب مدير فني ما يقدرش يعمل من الفسيخ شربات، ما عندوش الإمكانية لده. قدراته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قدراته هي دي قدراته. يا جماعة استقيموا يرحمكم الله، القصة مش كيمياء، والله مش كيمياء. احنا محتاجين مدرب مميز، وما تقعدش تدور لي في فلك جوميز. طب ما فسخش عقده مع الفتح. انت مين قالك ان جوميز هيوافق يرجع يدربك؟ جوميز رافع عليك قضية وكسبانها وبسببها موقوف قيدك، ليه بتدور في فلك جوميز؟
هو اللي خلق جوميز ده ما خلقش غيره؟ مش عارف. محتاجين 2 وينجات ليفت ووينج رايت، لان حتى اخوان بتزيرة الزملكاويه والميديا الزملكاويه طالعين بالسما، لا يصلح انه يكون الوينج رايت الاساسي في نادي الزمالك. صدمتك؟ دي الحقيقه. اخوان بتزيرة ينفع يكون بديل، ينزل مثلا اخر نص ساعه، بس يكون عندي لعيب اساسي قوي يليق بامكانيات نادي الزمالك. بتزيرة ما بيديش 90 دقيقه، خلينا واضحين. بتزيرة دلوقتي بقت معروفه ديته، اضربه كله علقه والحكام بتوعك مش هيحموه، خلصانه. ومحتاجين جنب الثلاث لعيبه دول وينجين ليفت وينج رايت وراس حربة قوي جنب سيف الجزيري. سيف الجزيري جنب سيف الجزيري. صلاح الدين مصدق مش هتلعبه، ما تشغليش مكان محترف. صلاح الدين مصدق لعيب كويس جدا جدا جدا، بس مش هتلعبه. انت بتلعب بالونش ومحمد اسماعيل والبديل بتاعهم حسام عبد المجيد، مش هتلاعب صلاح الدين مصدق. طلعه في الشتاء وهات لي اجنبي اقدر استفيد منه. انت لازم تبقى عارف ان الاجانب دول انا لازم يكونوا الخمسه في الملعب. مفيش قاعده بتمنعك ان انت الخمسه الاجانب بتوعك يكونوا في الملعب. تخيل انت لو عندك 5 لعيبه تقال اجانب جنب مثلا حارس المرمى ايا مكان، جنب الونش ومحمد اسماعيل، جنب فتوح، جنب عمر جابر. ادي الخمسه اللي انا. في واحد تاني احط دونجا، عبد الله السعيد، مش عارف مين. يعني انا عايز اقول ان الخمسه لازم يكونوا موجودين في الارض، وانا عندي مصريين يكملوا 11 يبقى فرقه تقيله. لكن انا ده لو عندي 5 محترفين اقوياء، لكن انا ما عنديش 5 محترفين اقوياء. فيا جماعه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده عبث. شيكوبانزا القاسي والداني بيقول لك لازم يمشي. يطلع حد يقول لك اصل فلافيو قعد مع الاهلي سنه ما يجيبش جوان. ده مش فلافيو، ده مش فلافيو. استغل ان الراجل ده هيبقى موجود في افريقيا الجايه مع منتخب انجولا، تمام؟ فحاول بقدر الامكان، ده لعيب دولي، ده مش عارف ايه، كابتن حلواني انت شاطر في الحته دي، سواء شيكوبانزا وهات لنا لعيب ينفع يلبس تيشيرت نادي الزمالك. لكن اللي بيحصل ده عك. انتوا مش اغلى على الزملكاويه من النادي. الزملكاويه رقم 1 عندهم نادي الزمالك. فيا جماعه استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. انتوا بقالكم 2 لحد دلوقتي مشوفناش منكم حاجة غير بطولة كاس جت يعني بدعم الجماهير والمساندة والكلام ده كله، ما جاتش بتخطيط منكم يعني. وبطولة كاس في 2 لا ترقى إلى طموحات نادي الزمالك وجماهيره. فقبل ما رصيدكم ينفذ الحقوا صلحوا في اللي جاي. مدير فني محترم يليق باسم نادي الزمالك. عايزين 4 صفقات من العيار التقيل، ال4 يكونوا من العيار التقيل. أكتر من كده هنطول في القصص والمط في القصص والظروف والجوابات والكلام ده. جماهير نادي الزمالك مش هتصبر أكتر من كده. مرة تانية وأخيرة بقول لكم استقيموا يرحمكم الله. سلام عليكم.